ازيكم؟ النهارده هنشرح ببساطة من الاكونت الصغير او الاد اكونت الصغير اللي بنشتغل منه اعلانات الفترة دي. هفهمك ازاي بتعمل كرييت للاعلان بتاعك، وايه احسن الطرق اللي تشتغل بيها في الاعلان، وايه الحاجات اللي انت ما تعملهاش، وايه الحاجات اللي انت لازم تعملها علشان يعني تسهل على الالجوريزم بتاعه الفيسبوك او بتاعه ميتا انها توصل اعلانك بشكل اسرع وتجيب لك احسن نتائج. هنيجي نعمل كرييت كامبين مع بعض، وليكن احنا هنعمل اعلان لبراند الكيك بتاعنا. نخش كده، بحب دايما اشتغل بالمانوال. ممكن نسمي ال الكامبين دي مثلا امريكان كيك هاوس. نيجي تحت هنا للاد ست ونكتب اد ست واحد. دايما بحب ايه انظم الشغل بتاعي، ونكتب على الاد واحد. في الاول خالص انت في الكامبين هنا عايز افهمك نقطة بسيطة جدا في في الحتة بتاعة الكامبين سيتنج. انت دلوقتي بتبيع خدمة او بتبيع منتج، سوري بتبيع منتج. المنتج بتاعك ده انت بتوصله للناس المحيطة بيك او للمحافظات المحيطة بيك، او يعني ايه؟ يعني انا ببيع كيك، مش هقدر اوصل الكيك بتاعتي دي لمثلا مطروح، مش هقدر اوصلها لاسكندرية. عكس ما هكون هبيع مثلا تيشيرت، جزمة، بنطلون، اكسسوارز. الحاجات دي ممكن ابعتها مع اي شركة شحن تبعتها لي وتوصلها لي، مفيش اي مشاكل. لكن الحاجة اللي تخص الاكل والشرب بالذات بتبقى شوية دقيقة، والجاب بتاعتها ضيقة. يعني تقدر توصل مثلا، انا قاعد في الشيخ زايد اقدر اوصل مثلا لاكتوبر، اقدر اوصل المهندسين، اقدر اوصل القاهرة والجيزة كلها، ممكن اوصل تجمع مدينتي الرحاب، ده كده اقصى حاجة. لكن لو انا بشتغل في منتج ينفع يتوصل بدون مشاكل، هنعمل حاجة هنا. طيب لو انا عندي المنتج بتاعي بوصله في حتة صغيرة، او المكان بتاعي ضيق، او انا بقدر اوصل لحته صغيره، يبقى انا هقفل خالص الادفانتج كامبين بادجت خالص. هقفل دي كده خالص منها، خليها زي ما هي اوف. ليه انا خليتها اوف؟ ببساطه انت لما بتيجي تعمل من هنا بتفتحها، بتزود شويه ان يعمل توسع في انتشار الاعلان بتاعك، فممكن يروح لناس او يروح لصفحات او يروح لاماكن بعيدة عن المكان اللي انت محدده في الماب بتاعتك، او المكان الاريا اللي انت حاططها في الاعلان بتاعك. فانا دايما بخليها مقفولة. طيب لو انا عندي بوصل المنطقة بتاعتي مفتوحة، اسيبها، ممكن اسيبها شغالة، هتصرف شوية في الفلوس ولكن هتجيب لي نتائج احسن. طيب ايه بقى الاي بي تيست؟ الاي بي تيست ببساطه هي ان انت عامل مثلا اتنين اد ست او اتنين. يعني انت عامل كامبين واحده، وعندك بدل اد ست دي عامل لك منها، نعمل دوبليكيت كده منها، بقى عندك اتنين اد ست. دي نسميها اد ست اتنين، ودي اد ست واحد. الاي بي تيست بيعمل لي مقارنه بين اتنين اد ست او اكتر من خلال لما بفعل الحته دي. يعني ايه بيعمل لي مقارنه؟ وليكن انا في الاد ست الاولى انا حاطط ان انا عاوز الاعلان بتاعي يروح مثلا للسيدات العمر بتاعهم من 20 ل 40 سنه. يعني بقدم منتج له عنايه بالبشره، او عنايه بالجسم مثلا، بس يخص السيدات. يبقى انا هحط هنا ان انا عامل اعلان بتاعي للسيدات، وبحط مثلا العمر من 20 ل 40 سنه. في الادس التاني هو نفس المنتج اللي انا ببيعه، بس انا فتحت الموضوع شوية، خليته مثلا من 20 ل 50 سنة. وبدل ما انا حاطط مثلا القاهرة وجيزة بس، لا ده انا زودت معايا كمان مدينة نصر، او مثلا زودت معايا تاني الشروق، زودت معايا مدينتي، زودت التجمع، الحتت البعيدة عني. في لما انا بعمل في الاد سيت الاولى بحط الاودينس بالطريقه دي، وبعمل في الاد سيت التانية بحط اودينس مختلفه شويه او اهتمامات مختلفه شويه. وليكن في الاد سيت الاولى طلبت ان انا عايز احط اودينس مثلا الناس اللي هي بتشتري اونلاين. يعني ايه بتشتري اونلاين؟ اللي هي بتبقى بتتسمى في الاد سيت عندك لما بتيجي تعمل هنا كده اسمها انجيجد شوبر. انجيجد شوبرز دي الناس اللي بتعمل تفاعل مع
المحلات او الناس اللي عندها صفحات على الفيسبوك. لما حطيت دي في الاد سيت الاولى وجيت عند الاد سيت التانية ما حطيتهاش مثلا، وعملت نفس الاهتمامات بتاعتي وعملت الاعلان بتاعي، الاي بي تيست بتاعتي دي هيبدا بقى يشوف لي يقول لي والله بص، عندك الاد سيت الاولى دي جايبه لك مثلا كوست بالريزورت او سعر النتيجه بتاعتك قد كده، وجايبه انتشار قد كده، وجايبه مثلا كول تو اكشن الضغط على الزر بتاعك قد كده، والاد سيت التانية فيها كده وكده وكده، وهبدا انا اقارن بين الاتنين واللي هشوفه مناسب ليا من حيث البيع. محدش خالص يبص لموضوع الرسائل على انه الارخص، بالعكس انا ممكن مثلا اصرف على الرسالة 20 جنيه مثلا، مثلا لو انا بشتغل في حاجة لها علاقة بالاكل والشرب وكده، وعندي سبيسيفيك شوية في حاجات معينة، والرسالة وصلت معايا سعرها ل20 جنيه، وجاب لي بيع مثلا ب10 تلاف جنيه، انا هسيبها ام 20 جنيه. بالعكس لو انا عندي اد ست تانية جايبالي الرسالة ب2 جنيه وعامل بيع 2000 جنيه، يبقى اذا كده لوجيك انا المناسب ليا اللي ببيع بيه اكتر، يبقى اللي ببيع بيه اكتر واللي نتائجه احسن بالنسبة لي هو ده اللي انا اصبر عليه. كده احنا فهمنا الادفانتج كامبين بادجت والاي بي تيست ايه هم. هنخش بعد كده نمسح بس دي من هنا كده، هنخش بعد كده على الاد ست، وليكن احنا هنختار صفحة الكيك بتاعتنا. صفحة الكيك بتاعتنا دي هي امريكان كيك هاوس، كله عارف ان انا عندي براند صغير كده كيك. المهم ان انا هعمل اعلان للناس اللي هي مهتمة بالحاجة بتاعتي. طيب قبل ما نخش في التفاصيل بتاعة الاعلان، انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا. لو انت مش عارف توصل للجمهور بتاعك، انا دلوقتي واحد ببيع شرابات، في الادز مانجر مفيش حاجه اسمها الشخص المهتم بشراء الشراب، مفيش الكلام ده. يعني هتلاقي مثلا الناس اللي بتبقى مهتمه بالبراندات، ببراندات الهدوم الكلام ده، لكن انا ببيع شرابات، هجيب منين الناس المهتمه بشراء الشراب بتاعي ده؟ ببيع تيشيرتات، هجيب منين الناس المهتمه بنوع التيشيرت او خامه التيشيرت بتاعتي دي؟ كل دي حاجات مش موجوده، والالجوريزم مش هيقدر يجيبها لك بدقه قوي. طب ايه التركه اللي انا اعملها تزود عندي الحتة دي وتخليني اعرف اجيب الاودينس بتوعي بشكل كبير؟ انا دلوقتي معايا بادجت 2000 جنيه، عاوز اعمل كامبين محترمة، وعاوز اشتغل وابدا ابيع المنتج بتاعي. حلو جدا الكلام ده. انا لو ما عنديش الاودينس بتوعي، يبقى انا قدامي الحل اللي هقوله لك ده، واعمل بيه وارجع قول لي واكتب لي في الكومنتات عملت ايه، ولما عملت كده حصل ايه. هعمل اول حاجة فيديو للمنتج بتاعي، انا ببيع الشراب ده وادي خامته وتقدر تجيبه من هنا. حلو الكلام ده. الفيديو مثلا 30 ثانية لمدة دقيقة، حلو جدا. بتكلم بس على الشراب بتاعي او بتكلم بس على المنتج بتاعي، جميل جدا. هنزل بكامبين لاول اسبوع، هصرف صرف يومي على الاقل ما يقلش عن 300 جنيه لمدة اسبوع، يعني كده 2100 جنيه اللي هم ال 2000 جنيه اللي معايا مثلا. صرفت ال 2000 جنيه في اعلان ريتش او اويرنس، ان انا عايز اجيب بيه ناس تشوف الفيديو بتاعي جدا، عاوز اخلي الفيديو بتاعي منتشر. وانا في الاودينس هنا مش هحط حاجات كتيرة جدا غير مثلا المكان اللي اقدر اوصل له والعمر اللي انا هحطه، لكن هحط حاجات دقيقة لا، خليه مفتوح. حلو جدا. قعدت الاسبوع بتاعي، خلصت الكامبين بتاعتي واشتغلت الاسبوع وجابت لي ريتش وجابت لي فيوز وجابت لي الكلام الجميل ده، حلو جدا. هدخل في فيديو تاني هوريك، هدخل اعمل اودينس تاني جداد، او هعمل كاستم اودينس جداد، ومن الكاستم اودينس دول هوريك برضو في الفيديو انك هتعمل الاودينس او تخلي الفيسبوك قول له انا عاوز اجيب الناس اللي شبه الناس اللي اتفرجت على الاعلان بتاعي اللي فات اللي هو اعلان الفيديو، لمدة من 50 ل 100% او 50 ل 75% من مدة الفيديو نفسه. لوجيك. انا لو جه اتعرض عليا فيديو وانا بعمل سكرول كده على الفيسبوك، اتعرض عليا فيديو، الفيديو ده بيتكلم على حاجة معينة، انا قعدت متابع الفيديو ده لغاية مثلا هو دقيقة، انا قعدت 45 ثانية ولا قعدت الدقيقة كلها بتفرج على الفيديو ده، يبقى لوجيك كده خالص، يبقى انا مهتم بالموضوع ده، يبقى اذا انت العميل المهتم بتاعي. لما هاجي احطه في الاودينس اقول له هات لي الناس اللي زي عملت او الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاعي ده لمدة 50 او 75%،
واعمل لي منهم لوكا لايك اودينس. ايه اللوكا لايك اودينس؟ يعني اعمل لي جمهور مشابه للناس اللي عملت الحاجه دي. وهسيب اللوكا لايك اودينس يوم 2 3 لغايه لما يتارجت بتاعي، وهنعمل فيديوهات برضو نتكلم فيها ببساطه. وبعد كده لما هاجي اعمل اعلان تاني بعد ما الكامبين دي تخلص، هبدا احط في الاودينس بتوعي، مش بقى هعمل اودينس جديده، لا انا هاجي هنا وهختار من الكاستم اودينس بتوعي. يبقى اذا هنا انت عرفت ازاي تجيب الجمهور بتاعك، ومع الوقت مع التدريب مع الشغل بتاعك تقدر بعد كده تكبر الموضوع ده. نرجع لمرجوعنا تاني. انا عايز اعمل اعلان جديد للصفحة بتاعتي، وليكن انا هشتغل في الاول بديلي بادجت. وهنقول ليه ديلي بادجت وليه مش لايف تايم بادجت. ببساطة، انا دلوقتي عندي اعلان، الاعلان بتاعي ده انا ناوي ان شاء الله انه ما يعطلش او ما يوقفش خالص. جميل. هعمل صرف يومي ليه مثلا وليكن 100 جنيه، مثلا 100 جنيه، مع انه قليل جدا 100 جنيه. ال 100 جنيه دول في الشهر هيصرف معايا 3000 جنيه. حلو. هل انا هدفع ال 3000 جنيه، او هل انا هحط الاعلان بتاعي ب 3000 جنيه؟ لو اجابتك اه، يبقى حط الديلي بادجت وحط البادجت المناسبه ليك هنا. ليه بقى؟ لان الاعلان بتاعي لو جايب لي نتائج كويسه، لو انا حاطط ديلي بادجت، يبقى اذا هو شغال طول ما انا بحط له فلوس. حلو قوي. لو انا عملت لايف تايم بادجت وخليته مثلا 2000 جنيه، ال 2000 جنيه دول بعد ما انا قعد المدة بتاعت ال 2000 جنيه دي وخلص، ولو الاعلان جايب نتائج كويسة، مش هتقدر تكبر الميزانية غير بنسب. يعني ايه بنسب؟ يعني انا حاطط 2000 جنيه، لو عايز ازود ميزانية او عايز ازود السكيل في الميزانية بتاعتي، هزود من 20 ل 30%. اقصاه حاطط 2000 جنيه، نشوف ال 30% بتاعتهم قد ايه وابدا ازود الموضوع ده. الموضوع ده صح مش صح لدرجة كبيرة، بس انا بحب او انا بفضل ان انا اشتغل بديلي بادجت، عشان خاطر ابقى عارف انا صرفت في اليوم. انا اقول له اصرف لي في اليوم 200 جنيه، هيتشقلب عشان يصرف لك ال 200 جنيه. فانت اختار بناء على الشغل بتاعك ماشي ازاي. تمام. خلصنا موضوع الديلي بادجت، هنشيل بس القصة دي، وليكن هشتغل ب 180 جنيه. وبعد كده انا ما عنديش اودينس خالص، هاجي من هنا، هاجي عند الحته بتاعت اللوكيشن دي واعمل اديت عليها كده وادوس على كلمه ايجيبت. حلو جدا. انا مكاني فين؟ وليكن انا في الشيخ زايد، يبقى ممكن نكتب هايبر 1 الشيخ زايد باللغه العربيه كده، نكتبها نشوف هيعمل لنا ايه. جاب لنا هايبر 1 بالشكل ده. ايه بقى موضوع 1 ميل ده؟ 1 ميل ده يعني تقريبا زي كيلو، يزيد او يقل. طبعا احنا المفروض نزود الكلام ده، نخليه مثلا 7. يبقى انا كده هاخد 7 ميل من نقطة البداية اللي هي بتاعة هايبر 1. لو خدت بالكم من الجنب هنا في حاجة اسمها estimated audience size. الاستيميتد اودينس سايز دول الجمهور المحتملين اللي هم في الاريا بتاعتك دي، بناء على الحاجة اللي انت حاططها. تمام. انا حطيت الشيخ زايد وحطيت مثلا خليتها 7 ميل، ممكن نخليها 8 ميل عشان يخش معانا عند اكتوبر كده شوية. وليكن كده تمام. بقى عندي الاستيميتد مليون ومئة الف. احنا كل ده لسه ما عملناش اودينس. طيب لو انا اعلاني بس في الشيخ زايد واكتوبر، في حاجة لازم تبص عليها. الماركتينج او الميديا باير، الراجل اللي بيشتغل في التسويق، لازم يكون عنده رؤية. يعني ايه؟ يعني الادز مانجر دي مش مصباح علاء الدين، محتاج عقل يدور الاد مانجر ده. طيب يعني ايه عقل يدور الاد مانجر؟ يعني انا دلوقتي موجود في الشيخ زايد واكتوبر وشايف ان الاودينس من غير ما احط حاجه اصلا ولا احط استهداف او احط ديتيلنج اي حاجه من هنا، جايب لي مليون ومئة الف. طب لما انا احط له ديتيلنج، ما هينقص العدد ليه؟ لان انا الناس العاديين اللي عايشين في المكان ده من عمر 18 ل 65 سنه تقريبا مليون ومئة واحد، مليون ومئة الف واحد. حلو قوي. لما انا احط له ديتيلنج او احط له اهتمامات زياده، هيبدا بقى يبحث لي جوه المليون ومئة الف شخص دول على الناس اللي انا حاطط الاستهداف بتاعهم. حلو قوي. يبقى انا كده مهما لما بزود انترست او behaviors، العدد معايا هيقل. طيب هل في عدد معين ما نزلش عنه وانا بعمل الاعلان بتاعي؟ يستحسن ما تنزلش عن مليون. ليه؟ عشان يخلي او تخلي الالجوريزم بتاعت فيسبوك او بتاعت ميتا تشتغل براحتها. يعني بالبلدي انا عندي دلوقتي مليون شخص، تمام. انا بقى لما اجي احط له ديتيلنج هنا اقول له والله بص، طب انا عايز بقى الناس اللي هي عمرها من 20 سنه ل 25 سنه. طب تعالوا نجربها. يعني عملنا كده ايديت نشوف هيقول لنا ايه. نقول مثلا من 20
لغاية 25 سنة. هو حاجة غلط بس احنا عايز افهمكم الفكرة يعني. قال لي والله بص، من 20 ل 25 سنة في المكان دول عاملين حوالي 200 ألف شخص. يبقى احنا كده لما بنضيق الاستهداف بتاعنا، خصوصا لو الاريا ما فيهاش عدد سكاني كبير، الاستيميتد اودينس سايز بتقل. حلو كده، حلو كده. طيب في الحالة دي انا المفروض اعمل ايه؟ انا اسأل نفسي المنتج اللي انا ببيعه هل اي حد يشتريه؟ يعني انا ببيع كيك، مين اللي هيبقى محتاج الكيك دي؟ الحد اللي عنده مناسبة. تمام. طيب اللي هيشتري الكيك دي عمره ما بين قد ايه؟ بناء على الدراسة والشغل اللي احنا اشتغلناه، هو بيبقى عمره من 25 ل 35 سنة. ده العمر الناس اللي بتشتري مني الكيك او اللي بتبعت لي رسائل على البيجز بتاعتنا. تمام، انا كده عرفت نوع العمر او الايج بتاع الناس دي. طيب الجندر بقى، مين بقى الناس؟ رجاله وستات ولا رجاله بس ولا ايه هم؟ في الاول وانت بتعمل اعلانك، لو الحاجه اللي انت بتبيعها لاي حد ممكن يشتريها، يعني ممكن اب يشوف الكيك ده يشتريه، سيبه اول جندر. لو بتبيع منتجات عناية بالبشرة مثلا، حاجة للسيدات، يبقى هتحطه اكيد للستات. يعني مفيش راجل هيبص على الاعلان مثلا بتاع منتج عناية بالبشرة وهيشتريه. فانت برضو لازم عقلك يبقى شغال في الحتة دي. يبقى هنا انا هخلي الايج بتاعي لغاية 35 سنة، يبقى من 20 ل 35 سنة. قال لي والله بص، العمر دوت عامل معايا استيميتد تقريبا 570 الف. طيب 570 الف عدد قليل ليه؟ ده انا لسه ما حطيتش ديتيلنج، ده انا حطيت بس العمر. هنا بقى في حاجة، انا دلوقتي قاعد في الشيخ زايد بالبلدي. الشيخ زايد دي المنطقة نفسها منطقة ريتش ولا منطقة مش اي كلاس؟ لا، منطقة ريتش واي كلاس. طيب الناس اللي موجودة الأغلبية اللي فيهم ناس غنية، ناس مقتدرة انها تشتري من الفيسبوك او من ميتا او من الاعلانات بشكل عام بنسبة كبيرة. حلو جدا. لو انا عامل اعلان بتاعي وسايبه زي ما هو كده وهتست ان انا عاوز الاودينس بتوعي يبقى بس في الحتتين دول، ومش عايز احط اي حاجة تاني غير العمر، ابدأ اشتغل كده وقيم اعلانك بعد 3 ايام على الاقل. نعيد تاني، انا دلوقتي عامل اعلان جديد او عامل كامبين جديد فيها كيكس. تمام. الكامبين الجديدة دي انا عاملها في اريا الاستيميتد بتاعتها زي ما احنا شايفين 577 الف. لو انا حطيت زيادة هنا behaviors او interest هيقل الرقم، وده غلط. طيب احنا المفروض ان الموضوع بتاعي او الاستيميتد اودينس سايز النورمال بتاعي يبقى مليون وانت طالع. طب انت بتقول لي ازاي مليون وبتقول لي ازاي شغل وهو 570 الف؟ ما انا هنا هرجع لك، هو مش يعني غلط قطعي او غلط ما ينفعش يحصل، لا هو بيحصل ان انت تشتغل على اودينس صغير عادي، بس هيصرف معاك اكتر لما يكون الاستيميتد اودينس سايز قليل. انا عندي 10 مليون شخص في الاستيميتد بتوعي، ببساطة لو انا عامل اعلان رسائل، الرسالة هتجيلي بجنيه ب2 جنيه. طيب 5 جنيه. طيب لو انا نزلت المليون، متوسط الرسالة ممكن 7 جنيه 10 جنيه على حسب الاودينس بتوعك، ممكن تزيد عن كده كمان. يبقى اذا كل ما كانت الجاب اوسع كل ما كان عدد الرسائل قل. واصلين؟ واصلين. حلو جدا. يبقى انا كده فهمت الايدج وفهمت الجندر. لو انا بصيت هنا يقول لي ايه، من ولا وومن ولا اول، نختار اللي احنا عايزينه. عايزين بس نزود الاودينس بتوعنا شويه، نخليه مثلا 45. وعايزين نزود حته هنا عشان ازود الاودينس بتوعي شويه. شايفين الدروب بين دي؟ الميزه في الدروب بين ان انت ممكن تدوس عليها كده وتحط المكان اللي انت عايزه. هنحط كايرو مثلا. تمام. هننزل 10 ميل دول نخليهم 5 ميل. ال5 ميل دول بص لما حطينا الاتنين جنب بعض، ال5 ميل دول لوحدهم عملوا لي 9 مليون و700 ألف شخص. عدد كبير جدا. يعني انت لو بتبيع منتج اي حد يشتريه في العمر ده، سواء مثلا لبس او جزم او حاجات ممكن اي حد يشتريها وبتتباع باستمرارية. عشان كده دايما الناس اللي شغالة في موضوع الملابس اكتر ناس بتجيب ريزلت وبسعر قليل جدا، لان المشروع او الشغل بتاعهم
بحر واسع جدا، وناس كتيره بتشتري، فالدنيا جميله معاهم جدا عكس اي براند تاني. تمام تمام. احنا دلوقتي عملنا 9 مليون و700 الف شخص. عايز بقى هنا افصل بقى الناس دي، انا مش عاوز بس الناس اللي عمرها من 20 ل 45 سنه بس، لا انا عاوز بقى ايه، هنسيبهم جندر اول زي ما هم عايزين، بقى الناس اللي هي مهتمه بال الويرز مثلا، او نكتب ويرز. نبص كده مع بعض ايه اللي موجود هنا ممكن ينفعنا. عندك بقى ايه، ويدنج دريس، عندك اوريجين، هتلاقي حاجات كتيرة. ممكن مثلا نكتب نايك، نايك دي البراند العالمي اللي احنا عارفينه. السايز ممكن تختار من هنا نايك فوتبول او نايك اديداس، دول براندين طبعا. بص لو بصيت في الحتة دي هتلاقي في الجزئية بتاعت السايز، لو انت دوست عليها هتجيب لك الاعلى من حيث السايز. يعني احنا باصين كده على الجنب هتلاقي في 126 مليون شخص مهتم بالموضوع ده. انا ببدأ احط من هنا الحاجة اللي انا عايزها، وليكن انا ببيع كيك، يبقى انا هكتب هنا بيرث داي كيك. هبص كده هنا هلاقي ان في هنا بيرث داي كيك عامله 19 مليون و445 الف شخص مهتم بالقصه دي والفود درينك. هنختارها. اول ما اخترتها بصوا من 9 مليون الاودينس بتاعي نزل كام؟ لمليون. ليه؟ لان انا قلت له بدأ الناس اللي هي عمرها من 20 ل 45 سنه في المكان دي رجاله وستات بس، حط لي الناس المهتمه ببيرث داي كيك. لما حطيت له دي قلل لي في الاودينس، لانه دخل وتعمق وسط الناس دي على الناس المهتمه بالحاجه بتاعتك. حلو جدا، حلو جدا. لو انا حطيت انترستس تاني هيقل معايا الرقم. تمام. طيب هل الرقم ده بالنسبه لي كويس؟ انا شايف ان هو مش كويس. ليه؟ لان انا لو شلتها يبقى معايا 9 مليون شخص، واحطها يبقى عندي مليون. ده كده سبيسيفيك جدا. انا كده عارف مخليه يعني، لا خش لي في وسط الناس دي وهات لي الناس المهتمه بالظبط. ده بالنسبه لي لو انا ميزانيتي قليله هيبقى صعب، لانه هيصرف معايا كتير. طب لو انا ميزانيتي كويسه وعندي الميزانيه مفتوحه وعادي شغل، هشغلها لمده 3 ايام وهعمل تيست، هشوف الريزلت بتاعتي جايه ازاي، وبناء على النتائج هبدأ اقيم الحملة. حلو جدا، حلو جدا. خلاص انا حطيت مثلا بيرث داي كيك، كيك ممكن نحط معاها ديزرت اللي هي الحلويات، نزودهم الاتنين مع بعض. بصوا بقى هنا في حاجة، لما قلت له حط لي الناس المهتمة ببيرث داي كيك وشوفهم لي في وسط الايه ال9 مليون و700 الف، لما لقيت الاودينس بتاعي نزل شوية المليون، حطيت له اقتراح تاني اللي هي الناس المهتمة بالحلويات. فاذا بص في ال9 مليون كم مليون فيهم مهتم بالحلويات؟ قال لك والله لا، ده فرنج ال5 مليون، او فرنج 4 مليون 300 ل5 مليون 100. يبقى انا كده حلو قوي لو اشتغلت بالاتنين دول بس، انا ان شاء الله الكامبين بتاعتي ناجحه. وهنتكلم على الاسس او الحاجات الرئيسيه اللي بتنجح الكامبين بتاعتك. حطينا الاتنين دول، هنسيب كل الكلام ده. هاجي عند الحته بتاعه البليسمنت. البليسمنت ببساطه انت عاوز الاعلان بتاعك يروح فين. حته الادفانتج انا ما بحبهاش شويه، لانها بتتوسع بناء على الالجوريزم بتاعه ميتا. لكن لو اخترت على مانوال، المانوال بيقول لي طيب بص انت عندك 4 بلاتفورمز تقدر تروح عليهم. ايه هم يا عم الحاج؟ عندك الفيسبوك، عندك انستجرام، وماسنجر، واودينس نتورك. في الغالب انا ما بحبش الاودينس نتورك. ليه ما بحبش الاودينس نتورك؟ لما انا قفلتها خالص، تعالوا نبص مع بعض كده ايه هي الاودينس نتورك. نرجعها تاني كده. هيجي هنا في السيرش ريزلت هيقول لي والله بص انت عندك هنا في ممكن الناس اللي بتعمل سيرش على فيسبوك انت عاوزهم ولا لا. وهنا عند الابس اند سايت دي الحاجه الخاصه بالاودينس نتورك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي فاتح موقع، ممكن الناس اللي هي اللي انا فاتح على الموقع ده ممكن يظهر الاعلان بتاعي عندها. ازاي؟ لو بصينا هنا هنلاقي ان في الجنب، لو علمنا بايدينا كده هنلاقي في الجنب فوق في الحته دي بيقول لك ايه، وانت الاعلان شغال او انت في الاعلان بتاعك، الناس الزائر بيبص على الاعلان بتاعك، فجأة انت ظهرت في وسط الاعلان.
طب ظهرت في وسط الاعلان بناء على فيديو فيو او ريلز او كده، ولا ظهرت ازاي؟ لا، انا ظهرت بناء على السايت. طب هل دي حاجة كويسة او وحشة؟ مش بالضرورة انها تبقى موجودة. ليه؟ لان انا مش مهتم خالص ان انا ما عنديش سايت، انا مش مهتم خالص دلوقتي ان انا احطها. جميل جدا. هاجي ابص على الفيدز اللي هي الخصوص بتاعت فيسبوك. هبص هنا ان في ماركت بليس. ماركت بليس ده انا مش محتاجه. ليه مش محتاجه؟ دلوقتي فرضا انا واحد دخل على ماركت بليس، بتاع ماركت بليس ده مش داخل عشان يشتري تورته اكيد، ده داخل عشان يشوف غسالة، داخل يشوف عربية، داخل يشوف مش عارف ايه، حاجة مستخدمة، الناس اللي بتعرض الكلام الجميل ده. هل انا اروح له هناك؟ لا، يبقى انا مش عايز ماركت بليس. حلو جدا. الفيسبوك فيد شغال، انستجرام شغال، الستوريز، كل ده جميل جدا فوق ما تتخيل. هاجي عند ماسنجر انبوكس، بصوا في الحتة دي هتلاقي فيه هنا في الجنب الجزئية بتاعت جاسبر ماركت اللي ظاهرة في النص دي. طيب دلوقتي انا على الانستجرام، على سوري على الماسنجر، وظهر لي الحتة الصغيرة بتاعت الاعلان بتاعي ده. هل اكون موجود فيها ولا ما اكونش موجود فيها؟ بناء على الرغبة. يعني ايه؟ يعني اللي بيحكم بين نجاح الحملة او فشلها هي الريزلت. هنسيب الحاجة ونجرب، اللي اشتغل معانا كويس هنكمل عليه، اللي ما اشتغلش معانا كويس هنشيله. يبقى انا هسيب كل حاجه. بس لوجيك الماركت بليس انا مش محتاجه، لان اللي بيخش على ماركت بليس مش محتاج يروح يشتري تورته مثلا مستخدمه او تورته متاكل منها حته فلا، يعني انت هنا خليك محدد اكتر في استخدام المكان بتاعك. طبعا سيب باقي الحاجه، لان احنا هنقيم بعد كده بناء على نجاح الحمله والريزلت بتاعتها. هاجي بعد كده عند الاد. تمام. في الاول انت عندك جزئين، هعمل اد ولا انا عندي اد بالفعل موجود على الصفحه. لو انا هعمل كرييت اد، هاجي هنا وبعد كده ادوس على سيت اب كرييتيف، وادوس على ايمج، واختار مثلا الحاجه اللي انا هكتبها اللي هو الديسكريبشن، واحط الهيدلاين بتاعي اللي هو مثلا خصم كذا او خصم، او يعني عاملين خصم او اي حاجه. وليكن هنعمل ديسكريبشن دلوقتي، نكتب مثلا خصم 20% على اول اوردر ليك من امريكان كيك هاوس. تمام، ده الديسكريبشن وليكن بتاعي. المفروض ان هو يبقى اقوى من كده كمان. هدوس على نيكست ويقول لي من هنا اختار الصور اللي انت عايز تعملها، وليكن هختار الصوره دي وادوس نيكست. بيبدا بقى يوريك، يقول لك والله بص الصوره بتاعتك هتبقى بالمنظر ده، تمام ولا مش تمام؟ انا شايف ان دي ممكن تبقى كده، وشايف ان دي ممكن تبقى كده. جميل جدا، انا كده الاعلان بتاعي تمام. هدوس نيكست. هنخلينا من الحته دي لان احنا مش محتاجينها. هيعرض لك في الاخر انت ازاي اعلانك هيبدا يظهر. ده مثلا الاوريجينال. بص هنا الفكرة على انستجرام هتبقى ظاهرة ازاي، بيبدأ يشرح لك الاعلان بتاعك. هندوس دن، وكده الصورة بتاعتي نزلت. حلو جدا. هبدأ لو انا عايز اظبط الديسكريبشن بتاعي اظبطه من هنا. حابب ان انا اغير الهيدلاين بتاعي بدل اللي هو شات ويز اس، نغيره من هنا عادي. وهنزل تحت هنا هلاقي الحتة بتاعت مسج تمبليت، او سوري مسج تمبليت. ايه بقى المسج تمبلت؟ هي دي ببساطة لما حد بيدوس على الاعلان بتاعك بيفتح له الماسنجر، بيظهر بقى في حاجة على الماسنجر ده. يعني ايه؟ تعال نعمل كده ايه، اديت الاول. ببساطة انت هنا ده الماسنجر بتاعك اللي ظاهر تواصل معنا، محتاج اشكال كيك، لو اوردر مستعجل مش عارف، دوس هنا. طيب حلو قوي، يبقى احنا عندنا التلاتة دول فين هم اهم؟ الكويتشن 1 والكويتشن 2 والكويتشن 3. حلو جدا. يبقى انا هنا لما هدوس على تواصل معنا المفروض ان يترد عليه رد من هنا، هتكتب الرد اللي انت عايز تعمله. محتاج التلاتة اعملهم، مش محتاج هتيجي فوق جنب الكويتشن اللي انت عايز تشيله وهتعمل اكسكلود كده، هيتشال منه خالص. خلصنا الحتة دي، هندوس سيف. تمام تمام تمام، خلصنا الحتة الجميلة بتاعتنا دي. هنسيب بقية الحاجة زي ما هي، لان الويب سايت ايفنت والاب ايفنت ده موضوع تاني لو انت عندك ويب سايت او عندك ابلكيشن للبراند بتاعك. وهدوس على ببلش. حلو. هنا احنا افتقدنا حاجة ولازم ان انت تاخد بالك منها. ايه هي؟ ببساطة ما تخليش الكامبين قايم على ادست واحدة. يعني ايه؟ يعني ما تكونش عامل كامبين طويلة عريضة تصرف لها مثلا في اليوم 200 300 جنيه على الاقل، وعامل لي اد ست واحدة باودينس واحدين، وعامل لي اعلان واحد. انت كده ما بتديش خيارات للفيسبوك انه يشتغل براحته. طب انا اعمل ايه في الحته دي؟ هاجي عند الاد سيت واحد دي وادوس دوبليكيت او كويك دوبليكيت للاد سيت، هيعمل لي كويك دوبليكيت او هيعمل لي تكرار للاد سيت دي بالاد اللي جواها. هنسمي دي 2 عشان ما نتلخبطش،
ونسمي دي واحد عشان ما نتلخبطش. حلو. يبقى احنا عندنا اول اد سيت بمحتواها دي اللي هي جايبه 4 مليون 600 فيها الاعلان الواحد ده. صح اللي بنعمله؟ مش صح. زود اعلان تاني، اعمل من هنا كويك ديبلوكيت للاعلان نفسه، وغير صورة الاعلان وغير تفاصيله وخليه. يبقى انت عندك هنا على الاقل 2 اعلان في كل اد سيت. هاجي عند الاد سيت التانية هغير شوية في التفاصيل بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي عامل ديزرت وبيرز داي كيك. لو انا شلت بيرز داي كيك ما فرقش كتير، زاد 100,000 مثلا. طيب لو انا عايز اكون سبيسيفيك اكتر ممكن اقول مثلا انجيج شوبرز، الناس المهتمة بشراء اونلاين. يبقى انا حطيت حاجتين في الموضوع ده. يا عم الحاج عندك 9,700,000، هات لي الناس المهتمة بتشتري من الصفحات على فيسبوك، وهات لي برضو الناس المهتمة اللي هي بتشتري الحلويات او مهتمة بالحلويات بشكل عام. لما حطيت الاتنين دول زاد معايا شوية الاودينس او الاستيميتد اودينس بتوعه زاد. حلو جدا. هاجي عند الاد هغير الاد وهعمل دوبليكيت لاد تاني. يبقى احنا معانا في كل كامبين 2 اد ست، جوه كل اد ست 2 اعلان. تكتر في الاعلانات خليهم 3، خليهم 4 زي ما تحب. تكتر في الاد ست خليهم 2، خليهم 3، خليهم 4، خليهم 10 زي ما تحب. بس كل اد ست اديها ميزانية صرف ثابتة، كل حاجة مختلفة. تمام. خلصت بقى كل الكلام ده وعملت بابلش، ابدأ اسيب الاعلان بتاعي لغاية لما يتراجع ويبدأ يشتغل معايا. طيب اسيبه قد ايه وابدا اقيم النتائج بتاعتي قد ايه؟ ده اللي هنعمله في الفيديو اللي جاي. ففي الفيديو ده انا فهمتك من البداية ازاي بتبدا تعمل اعلان، ايه الخطوات المهمة اللي لازم تاخد بالك منها عشان اعلانك ينجح، وكمان عرفتك الخطوات اللي انت بتعملها دي تعملها ازاي، وايه اللي ممكن تضيفه يزود من فرص نجاح الاعلان بتاعك. الفيديو اكيد ان شاء الله يعجبك، وانتظر فيديوهات كتيرة جدا نازلة الفترة اللي جاية عن الماركتينج بشكل عام، هساعدك تبدأ من الصفر. لو انت مش قادر توظف حد يشتغل معاك في موضوع التسويق، انا هساعدك على قد ما اقدر انك انت توصل للجمهور بتاعك الصحيح في وقت قياسي، وكمان بخطوات مدروسة ومحسوبة جدا.